مين يمسك مصروف البيت، الراجل ولا الست؟ وهو عيب الست تمسك مصروف البيت؟ ليه بيقولوا الست وزيرة مالية البيت؟ وهل لو الراجل مسك مصروف البيت هيقلل منه؟ بندخل دايما في جدلية مين يمسك مصروف البيت. ولو الست تولت هي القصة واخدت المرتب وجابت احتياجات البيت، هيجي الراجل ويقول لها انت مبذرة لو المرتب خلص. ولو الراجل هو اللي مسك مصروف البيت، يتقال هو ماله بأسعار الطماطم والبصل، كيلو اللحمة بكام؟ وعيب راجل طويل عريض يشيل شنطة الخضار وهو جاي. تعالوا نفهم القصة دي نعمل فيها ايه. الست بطبعها كائن بيعشق التفاصيل وتقدر تعمل 100 حاجة في نفس الوقت. ده مش كلامي، ده كلام الدراسات العلمية. وكمان هي اللي عارفة الطبخة دي محتاجة ايه، بهارات ايه وطماطم ايه وخضار ايه، وهي اللي عارفة الفطار هيتكلف قد ايه والعشاء قد ايه. ومش بس كده، الست بتعرف تفاصيل الرجالة لأ. يعني لو بتشتري خزين البيت، ممكن بدل ما تدفع 100 تدفع 50، وتبقى عارفة ايه النوع الكويس وتشتريه، وايه النوع اللي مش ولا بد اللي البياع هيضحك عليها لو باعهولها. وبتعرف تنقي. طيب عمركم شفتوا راجل بيعرف ينقي طماطم او مانجا؟ علشان كده بيتقال على الست وزيرة مالية البيت. عزيز الرجل، علشان تريح دماغك اقبض المرتب وخد ما يكفيك وسيب لها الباقي. هي كفيلة تجيب احتياجات البيت ومصاريف الولاد، وكمان توفر جزء على جنب للطوارئ. ده مش عيب ولا يقلل من الراجل، بس هي مسألة أولويات وإمكانيات. انت عندك شغلك أولوية، بس هي عندها البيت أولوية. هي عارفة ايه بيرخص امتى فتشتريه وتخزنه، وايه بيغلى امتى فما بتجيبوش الا لما يرخص تاني، وعارفة ايه اللي طعمه حلو دلوقتي وايه اللي لسه الموسم بتاعه ما جاش. الست بتفهم اكتر من الراجل. لو الجزار ضحك عليها في حتة لحمة مليانة سمين، انما الراجل يتكسف يقوله ان فيها سمين. فمش عيب يا سيد الناس الست تمسك المصروف. كبر دماغك، خليك في شغلك ومسؤولياتك. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك. ممكن بدل ما تدفع 100 تدفع 50. 100 اوكي. طيب عمركم شفتوا راجل بيعرف ينقي طماطم او مانجا؟ اصل هو المفروض الكسف هيتكسف من ايه. اوكي. الست تمسك المصروف. خلاص كده بس. اوكي. ومش بس كده، الست بتعرف تفاصيل الرجاله لا. يعني لو بتشتري خزين البيت وتقدر تعمل 100 حاجه في نفس الوقت. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك. طب